مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من البرنامج. ضيفي وضيفكم اليوم قامة علمية وإنسانية، وواحدة من أبرز رموز طب المجتمع والبيئة، ومسيرة ممتدة جمعت بين البحث العلمي وصناعة السياسات والعمل الإنساني. بدأت رحلة تفوقها منذ الطفولة، واستمرت من المرحلة الابتدائية حتى الدكتوراه، مستندة إلى نشأة راسخة على القيم والأخلاق وحب الخير، ما أسهم في صياغة شخصية متوازنة جمعت بين العلم والثقافة والالتزام المجتمعي. إنها العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة وجيدة عبد الرحمن أنور، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، ومستشار وزير الصحة سابقاً، وعميد كلية الرعاية الصحية. شغلت الدكتورة وجيدة العديد من المناصب القيادية، من بينها رئيس اللجنة الوطنية للأدوية والسموم، وعضو مجلس بحوث البيئة، واللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية. كما لعبت دورا محوريا في صياغة أهم السياسات الصحية في مصر، وعلى رأسها قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وبرامج مكافحة الأورام وأمراض الكبد والفيروسات التنفسية، ودعم الصحة الإنجابية والتغذية والأمراض غير المعدية. دولياً شاركت الدكتورة وجيدة أنور في فرق عمل متخصصة بمنظمة الصحة العالمية، وشغلت مناصب علمية مرموقة، أبرزها سكرتير عام الاتحاد الدولي لجمعيات المطفرات البيئية، ورئيس الجمعية الأفريقية للمطفرات البيئية، وزميل هيئة رامازين العالمية. وجاء الاعتراف الدولي بمكانتها عندما أدرج اسمها ضمن أفضل 2% من علماء العالم بتصنيف جامعة ستانفورد ل5 سنوات متتالية، من عام 2019 إلى عام 2025، فضلاً عن عشرات الجوائز، منها جائزة الدولة التشجيعية والتقديرية، وجائزة الدكتور شوشة من منظمة الصحة العالمية، ومنحة ماري كوري الأوروبية. ورغم كل هذه الإنجازات، تظل الدكتورة وجيدة إنسانة قبل أن تكون عالمة، مؤمنة بالعمل التطوعي، وتقوم حالياً بالإشراف على دار مسنين بمدينة 6 أكتوبر، استمراراً لالتزامها الإنساني والأخلاقي. إن تكريم الدكتورة وجيدة عبد الرحمن أنور هو احتفاء بنموذج للعالم المصري الذي جمع بين التفوق العلمي والنزاهة المهنية والرسالة الإنسانية، وترك أثراً عميقاً أينما وجد. إنها حدوتة مصرية وفارس من فرسان الوطن. العالمه الجليله الاستاذه الدكتوره وجيده انور، استاذ الصحه العامه بكليه الطب جامعه عين شمس، ومستشار وزير الصحه الاسبق. اهلا بسيادتك يا فندم. اهلا وسهلا. شرفتنا ونورتنا. اهلا بيك.